بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في كويزين ريتاج. معكم اليوم سلسبيل ومعكم اليوم ريتاج. ان شاء الله اليوم الام ديالي راح تقدم لكم كسرة. يعني هاد الكسرة ممكن تستغربوا فيها، ولكن كاين بعض الناس اللي يعرفوها بزاف. واللي هي عندنا هنا طوماطيش تكون مربيه وحمراء، عندنا هنا البصل الثاني يكون مرحي ولا مسكرفج، مع الفلفل حلو اللي هو طرشي ثاني ترحيه هكذا ان شاء الله يكون واضحه ويبان لك. عندنا هنا كميه تاع الزيتون، عندنا شويه حشيش مقطفه، عندنا كميه من تاع زيت الزيتون مخلط بشويه تاع زيت سانكو، وهنا عندنا سميد رطب 3 كيلات، عفوا 4 كيلات تاع سميد رطب. هاوليك رطب يكون لازم رطب. الوالده ديالي كيلت بهادي وانتي كيما تحبي. حبيت برك نقول لكم بلي هاد الكسره من زمان ماما ديرها لنا، سيرتو في الفصل الصيف. يعني كي تعرفي الصيف حنا نحبوا اللي كيدير شويه ديرها لنا. وعندنا نص باكي خميره، نبداو على بركه الله. ديري روحي. بسم الله. نفرغ لك هيك. نزيدو البصل اللي قلنا، يعني البصل ماذا بكم هذاك الطويله بالك ديري المدور، خاطر راهو وقته يجي بنين. واللي في الصيف تقدر دير هذاك المدور، يعني لا حرج. وما تنساوش الفلفل، الحبه تاع الفلفل الحلو اللي هي الطرشي رانا رحيناها مع البصل. هنا كاين السميد اللي كنديروا هاد الكامل. الطوماطيش اللي تكون مايها هي راح تطم لك الخبزه، وكاين كي ما تكونش مايها محكومه في هاد الفصل، اللي تكون شويه محكومه ماشي راح تطم لك الخبزه. صافي نزيدوا لها شويه تاع الماء. ندير لك واللي حبت دير الحار دير الحار تاني، تجي بنينه بالحار. وبرك باش نقول لكم يعني تاني، هاد الكسره راهي ما طيبش في الطاجين تاع الطين، طيب في الطاجين تاع الحديد. كل واحد كيفاش يقول، واحد يقول المري، واحد يقول المدله. ونديروا الزيت. بسم الله. الزيت قلنا راه مخلط، اللي ما تحبش زيت الزيتون دير زيت المائده نورمال. هنا ممكن راح انا نعمر لها الماء خاطر يتسحق راهي باينه، لان الطوماطيش تاعنا ماشي مايها بزاف، ما فيهاش الماء. نوريك الماء قدامها ودوك هي تعرف شحال دير. ونطموها نورمال كيما اللي طمي الكسره تاعك ولا الفطير. ونتلاقاو ان شاء الله باش تشوفوا كيفاش تفتح لكم باذن الله. هنا راهي توري لكم الوالده. هنا راهي بستها مليح ودخلت هذيك الطوماطيش، الزيتون، الفلفل حلو، البصل، الحشيش، راهي دخلتهم مليح. دوك تبدا تجمع بالماء ان شاء الله. بسم الله. هاي ليك، يعني تبعوا الخطوه تاعها كيفاش راهي تواسي في العجينه، باش كيما نقولوا هذيك اللي درنا البصل هذاك كامل يطلقوا النكهه ديالهم في السميد، باش السميد ديالنا يجي بنين. وتقدميها مع اللبن ولا انتي واش حبيتي. نزيد لك الماء. هنا الوالده ديالي تقول لها ويكفي الماء. انا متمنيه كون تهضر وتسمعوا صوتها ولكن اصرت. مي معليش، كي راهي تلحق لكم هكذا الحوايج تاع بكري فيها بركه. نزيد لها شويه، غير شويه ماشي بزاف. هنا العجين راهي طماتو
خرجوا لها 4 خبزات، يعني على حسب الكيلة 4 كيلات سميد. برك لازم تستعملي سميد من النوع الجيد، يعني تاني يخرج لك شباب. انا استعملت سميد ماما، او سميد ماما يخرج ما شاء الله. تخليها ترتاح شويه، واحد 5 دقائق هكذا، ومن بعد نبداو نحلو فيها ان شاء الله. هنا راح تبدا تفتح فيها، هاي ليك دهنت الوجه ديالها بالزيت، وتزيد تقلبها بالزيت. من بعد لها برك هادو باش تصيب راحتها كي تفتح. فوالا هاي ليك، وتبدا بسم الله، يعني تبدا تحل شويه بيدها. من بعد لا حبيتي بالحله النورمال، انتي واش تصيبي راحتك. يعني ولا غير هاد الكساه هادي تاع تعتبر تاع الخضره والزيتون، ولا غير تجي ما شاء الله، تجي بنينه سيرتو مع اللبن. قلت لكم حنا نديرها بزاف، وان شاء الله في الايام القادمه راح تزيد تقدم لنا اذا كانت هنا ان شاء الله. فتحتها، يعني ما راهي رقيقه ما راهي خشينه، برك ماما طلعي لهم شويه باش يشوفوا السمك ديالها. رفديها لهم شويه باش يشوفوا السمك ديالها. هاي ديك السمك ديالها ما رقيقه ما خشينه، ودوك ترميها في الطاجين تاع الحديد ان شاء الله. هاي ليك هنا درتها في المدله، ولا كل واحد واش يقول لها المري، الطاجين تاع الحديد، يعني الله اعلم كل واحد كيفاش يقول لها. وهنا راهي تقبتها شويه بالفرشيطه باش ما تتنفخش معنا، لانه ما تنساوش فيها الخماره. هاي ليك، ونبقى ندور فيها حتى يحمر الوجه من تحت، ونزيد نقلبها باذن الله. هاكو تشوفوا معنا كيفاش هي ندور فيها. نبقى هكذا ندور فيها حتى تاخذ لون شباب ذهبي. كما راكي تشوفي اختي الكريمه، راهي الوالده ديالي راهي غير تدور فيها باش تاخذ كامل لون شباب، لاخاطش كل ما تدوريهاش كابابل طيب لك من جهه وتحرق من جهه. هنا هاي لك حباباتي راهي قلبتها، يعني دات لون ما شاء الله. وتعاودي نفس الخطوات، تعاودي تحمريها من الجهه اللي كانت خضراء. ونلتقي ان شاء الله في طبق تقديم تشوفوها معنا باذن الله. هاي لك حباباتي راهي وجدت معنا الكسره. واش نقول لكم، والله قدمتها انا مع شويه زيتون كنت رقدته في الدار. هذا زيتون مرقد في الدار، ومع شويه زيت الزيتون. وانتي قدميها كيما واش تحبي بالفرماج كيما تحبي. الى عجبتكم الوصفه تاع اليوم جام وابوني للقناه هكذا حتى يوصلكم الجديد ديالي ان شاء الله.